بطل فيلمنا النهاردة اسمه ميجيل اللي بيحب الموسيقى جدا. نيجي بقى نتعرف على عيلة ميجيل. في الصورة اللي قدامكم دي جدة ميجيل، واللي جنبه مراته إيميلدا ودي بنتهم كوكو. هتسألوا طبعا ليه وش جده مقطوع من الصورة؟ لأن جد ميجيل كان حلمه إنه يكون مغني مشهور، بس للأسف في يوم من الأيام أخد جيتاره ومشي من البيت وسافر وساب مراته وبنته كوكو ومرجعش تاني خالص. وبعد كده مراته قررت تمحي حاجة اسمها عزف وغنى من حياتها، وركزت على صناعة الأحذية، ومحدش من العيلة يعرف عن وشه أي حاجة. والموضوع ده توارثته الأجيال بعد كده من إيميلدا، وبقت العيلة وعيلة العيلة بيشتغل في الأحذية، وورثتهم طبعا كره الموسيقى. أما الحاجة الأمورة دي تبقى كوكو بعد لما كبرت، ودي جدة ميجيل التانية وتبقى بنت كوكو، ودي بقى زي إيميلدا بالظبط، متعقدة من الموسيقى جدا وبتحرم ميجيل من الموسيقى وبتمنعه بأي شكل كان. لكن ميجيل زي ما قلت لكم كانت الموسيقى في دمه، وما كانش عاوز يبقى زي بقية العيلة يشتغل في الأحذية، ونفسه يغني ويعزف ويكون زي إرنستو، وده كان مغني مشهور جدا. وميجيل كان بياخده قدوة ليه في مجال الموسيقى. ميجيل في يوم من الأيام غصب عنه كسر البرواز اللي فيه صورة جده وجدته، وبيكتشف إن الصورة ليها جزء متني وبيفرد الجزء ده، فبيلاقي جده ماسك جيتار هو نفسه الجيتار بتاع إرنستو. فميجيل بقى كان طاير من الفرحة وبقى يقول أنا جد طلع المغني المشهور إرنستو. وطبعا أول ما بلغ عيلته بالموضوع ده راحت جدته مسكت الجيتار بتاع ميجيل وكسرته. وميجيل بعد اللي حصل ده كله زعل جدا وجري هو وكلبه راح للمكان اللي فيه جيتار إرنستو الأصلي. قبل ما نكمل اللقطة دي، في اليوم ده كان عندهم احتفال بعيد الموتى، لأن هم عندهم اعتقاد ملناش دعوة بيه طبعا إن الموتى بيجوا يزوروا الأحياء في اليوم ده. اليوم ده بيكون يوم واحد بس في السنة. نرجع تاني بقى لميجيل بعد ما راح للمكان اللي فيه الجيتار الأصلي لإرنستو، أخد الجيتار على أساس إنه ده جيتار جده وما فيهاش أي مشكلة. وأول ما بيبتدي ميجيل يعزف على الجيتار حصلت له زي لعنة كده، وميجيل انتقل لعالم الأموات يشوفهم ويشوفوه، لكن محدش من الأحياء يقدر يشوف ميجيل. وميجيل كان مصدوم باللي حصل وعمال يجري، وشاف عيلته المتوفية جده وجدته وعمامه وفهموه ليه حصل له كده. وكمان شاف إيميلدا وكانت بتزعق عشان بيقولوا لها إنه صورتها ما كانتش موجودة، وطبعا ما كانتش موجودة عشان ميجيل كان ناسيها معاه. ولو ميجيل معرفش يرجع لحياته قبل ما اليوم ده يخلص هيتحول ويبقى زيهم، لأن زي ما قلت لكم إن العيد ده بيبقى يوم واحد بس في السنة. ده بقى الجسر اللي الأموات بيعبروه عشان يروحوا يزوروا الأحياء في اليوم ده. ولو حد من الأموات أهله ما كانوش حاطين صورته في اليوم ده ما بيعرفش يعبر الجسر. زي هيكتور ما كانش عارف يعبر الجسر لأن ما فيش حد من أهله كان حاطط صورته في اليوم ده. الحل بقى عشان خاطر ميجيل يرجع لحياته، الحل إن إيميلدا تباركه وترضى عن حياته، بس إيميلدا اتشرطت عليه إنه ما يعزفش موسيقى تاني. وميجيل بيرجع بس بيسرق الجيتار تاني وبيرجع تاني لعالم الأموات، وبيقول لجدته أنا مش هقدر أعيش من غير موسيقى، أنا هروح أدور على جدي عشان يباركني ويرجعني للحياة، مش هتذلل أي حد فيكم. وبيجري ميجيل منهم، وجدته بتنادي على الحيوان الغريب ده عشان يدور على ميجيل. في الوقت ده ميجيل بيقابل هيكتور ده اللي ما كانش عارف يعبر الجسر، وبيعرض على ميجيل عرض إنه هيساعده إنه يلاقي جده، بس بمقابل إنه ياخد صورته لما يرجع لعالم الأحياء علشان يقدر يعبر الجسر. وميجيل بيوافق. هيكتور بيغير من شكل ميجيل وبيبان شكله زي الأموات. وميجيل علشان يقدر يشوف جده لازم يعمل استعراض حلو في المسابقة، ولو طلع المركز الأول هيروح يغني مع جده في حفلته، بس لازم يكون معاهم جيتار. فهيكتور بياخد ميجيل عند صديقه علشان يستعير منه الجيتار، فصديقه بيطلب منه إنه يغني له. فميجيل بيتفاجئ إن هيكتور بيعرف يعزف وكمان صوته حلو قوي، وبيعرف كمان إن لو أهل المتوفي نسي المتوفي وما حطوش صورته كل عيد بعد فترة ما بيبقاش ليه وجود وبيختفي نهائيا. هيكتور وميجيل بيروحوا الحفلة وبيغنوا وبيكسروا الدنيا، بس إيميلدا بتيجي وبتبوظ الحفلة على آخر لحظة، وبيقدر ميجيل يهرب منها تاني. المهم بقى في الآخر بيقدر ميجيل إنه يوصل لجده أرنستو، وجده بينبسط بيه لما بيعرف إنه حفيده وبيعرفه على أصحابه. وميجيل كان مبسوط جدا وبيطلب من جده إنه لازم يباركه قبل ما اليوم ده يخلص عشان يرجع لحياته، لأنه ما بقاش في وقت خلاص ولسه يا دوب هيبتدي يباركه. بيدخل هيكتور وبيقول لميجيل هو احنا مش في بينا اتفاق ان انت تاخد صورتي معاك؟ فجده بياخد الصورة وبيبص فيها وبيقول ايه ده، هو انت هيكتور صديق عمري؟ وهنا كانت المفاجأة، وبنعرف إن أرنستو الفنان المشهور كان سارق كلمات أغاني صديق عمره، ومش بس كده ده كمان قتله.
وصديق عمره ده هو هيكتور، وبينده أرنستو على السكيورتي وبياخدوا هيكتور ومن بعده ميجيل وبيرموهم في حفرة. وهيكتور ابتدى يتلاشى وقال لميجيل خلاص كوكو قربت تنساني. وهنا بنتفاجئ كلنا تاني إن هيكتور بيطلع هو جد ميجيل مش أرنستو. وحلم هيكتور قبل ما يتلاشى إنه يشوف كوكو بنته حتى لو لمرة واحدة. وبتيجي إيميلتا بتنقذهم وبيعتذر لها هيكتور على كل اللي حصل، لأننا خلاص بقينا عارفين إن إيميلدا بتكون مرات هيكتور، وخلاص ما بقاش عندهم مانع إن ميجيل يغني ويعزف. وراحوا بقى لأرنستو علشان ينتقموا منه، وبتحصل خناقة وبيتفضح أرنستو الفنان المشهور قدام الناس كلها إنه سرق كلمات أغاني صديقه عمرو هيكتور وكمان قتله. والحيوان الغريب ده بيطير الفنان لبعيد، وإيميلدا بترجع ميجيل لحياته قبل ما اليوم ما يخلص. وبيجري على الماما كوكو عشان يحاول يخليها تفتكر هيكتور وطلع لها الصورة، لكن ما كانش فيه فايدة وكان خلاص قرب يفقد الأمل. بس بتجيله فكرة إنه يغني لها الأغنية اللي كان والدها بيغنيها لها هي وصغيرة، وبتفتكر ماما كوكو وبتغني مع ميجيل والكل بيتأثر في الآخر. وبتطلع ماما كوكو بقية الصورة المقطوعة، وبعد سنة في يوم عيد الموتى الناس بتكون خلاص عرفت هيكتور وعرفت حقيقة أرنستو، وماما كوكو بتكون اتوفت. وآخر مشهد بيظهر ميجيل هو وبيعزف وبيغني وبيكون مبسوط، والناس كمان حواليه بيكونوا مبسوطين. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخص النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وأشوفكم في ملخص جديد.